هلو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. actually انا ليا فترة بعيد جدا عن السوشيال ميديا. فيسبوك يعني قلما لو فتحته، من النادر جدا 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 ان انا افتحه. ف يعني ان شاء الله الفترة الجاية ناوي ان انا انزل محتوى يحتمل شقين. شق مهم يحبب الناس في القراءة، وشق هو الأهم إن الناس تكره مش تبطل تستخدم، تكره استخدام السمارت فون. آم، كل سنة وحضراتكم طيبين. أسأل المولى عز وجل أن يتقبل صيام الصائمين، وأن يغفر ويتقبل للحجاج المسلمين، وأسأل المولى عز وجل أن يرزقنا الحج في السنة المقبلة إن شاء الله. فحرفيا أنا الفيديو ده هتكلم فيه بطريقة مرتجلة. أنا مش ناوي أعمل مونتاج لأي فيديو أنا هعمله إطلاقا. هتكلم بطريقة مرتجلة، هتكلم كأني بكلم حد صاحبي، لأن أنا الفيديوز دي مش هدفي منها على الإطلاق خالص إنها تجيب مشاهدات، على قد ما أنا انترستد إن الناس حرفيا تحب حاجة اسمها قراءة، لأن هنعرف هي بتأثر فينا إزاي. وفي نفس الوقت حابب الناس تكره السمارت فون، تكره التاتش، تكره السكرول داون طول الوقت، تكره إنها تقعد على التليفون 5 ساعات. الناس حابب إن الناس تفتكر إن حرفيا إحنا بنقضي معظم الوقت حرفيا مستخدمين التليفون. قد ايه هو حاجة سلبية، كلنا عارفين ان هو حاجة سلبية، لكن قلما تلاقي حد بياخد ستيب ان هو يسيب التليفون. انا يعني مش عايز اكون من اللي بينطبق عليهم قول المولى عز وجل: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. اكشولي انا حرفيا الفيديو ده انا مسجله على اللاب، مسجله بزوم، مصوره بزوم. آه مش ما فيش يعني، انا مش معايا تليفون اصلا الايام دي. I already have it. انا اوريدي معايا تليفون، بس مش بستخدمه اطلاقا. ومش معنى كده ان انا بعيد عن السوشيال ميديا. انا اوريدي بفتح فيسبوك، اوريدي اكيد بستخدم واتساب. لكن ان انا امسك سمارت فون بالطبع يعني اكيد هو حاجة مهلكة من المهلكات. يعني انا مثلا ليا دلوقتي دخلت في 10 ايام، او يعني ممكن مش 10 ايام، اقل شوية، ممكن حوالي اسبوع انا مش بستخدم التليفون. انا التجربة دي بالمناسبة عملتها قبل كده. كنت بسيب التليفون عند حد من قرايبي، كنت بمسكه يوم الجمعة بس. استمريت على حاجة زي كده ممكن فترة تصل لحوالي 3 شهور. كان طبعا فترة ممتازة جدا جدا جدا، تركيز عالي. عارف أنا بعمل إيه. طبعا يعني هل أنا مؤمن جدا مؤمن جدا إن فيديو زي دي هتأثر في الناس بطريقة قوية جدا جدا جدا. طب هتقول لي انت ليه واثق ان احنا هنتأثر بحاجة زي كده؟ لان احنا يعني scientifically، حرفيا علميا، سوري لو انا يعني بيطلع من بقي كلام انجليش، بس والله انا 90% 90% من الناس اللي انا بحتك بيها هم اوريدي بيتكلموا بالطريقة دي. فانا بطريقة لا واعية هيبدأ يطلع مني كلام. أنا بعشق اللغة العربية حرفيا، بعشق اللغة العربية وبقدسها، فهي لغة القرآن. لكن والله لو في كلام إنجليش بيطلع مني فهو بيطلع بطريقة لا واعية. مش عايز أقول إن أنا واد بقى جنتل وبقى حد جامد والكلام ده كله. أكيد أنا مش جامد لو بدخل كلام إنجليش في الكلام بتاعي. هي حاجة بتحصل بطريقة لا واعية. طيب، ف يعني حابب امنشن جزء من كتاب الدكتور عماد رشاد. انا الجزء ده هقراه حرفيا زي ما مكتوب في الكتاب، وهقراه من الكتاب. وانا عندي هدف ان انا اقرا الجزء من الكتاب ده هيأثر في عقلك الباطن بشيء معين. مش لازم اشرح كل حاجة، لكن انا متعمد ان انا الجزء ده ما اقولوش من دماغي، متعمد اقراه زي ما هو.
يعني الدكتور عماد رشاد اتكلم في الجزئيه بتاعت قد ايه احنا بنتاثر بالناس اللي حوالينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، النبي كان هنا بيتكلم على الشخص اللي انت تصاحبه، لان اكتر حد انت بتاثر فيه واكتر حد انت بتتاثر بيه هو صاحبك، لانه هو اقرب حد ليه. لكن طبعا احنا مش بنتاثر بصاحبنا بس، هو احنا بنتأثر حرفيا بالفيسبوك اللي بنفتحه، بنتأثر بالأخبار اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا، بنتأثر بالناس اللي قاعدين معاها في البيت. طبعا حتة التأثير وحتة ان احنا بنتأثر بالبيئة المحيطة، انا حرفيا هتكلم في الجزء ده في حاجات كتير بالتفصيل. في حاجة بقى عايز امنشنها واقرأها دايركتلي من كتاب الدكتور عماد رشاد، ممتلئ بالفراغ. هو الكتاب ده يعني لما حد سأل الدكتور عماد رشاد تنصح الناس بتبدأ بأنهي كتاب، فهو قال ببساطة يعني ممكن تبدأ بأي كتاب فيهم، بس حاول بقدر الإمكان ما تبدأش بكتاب ممتلئ بالفراغ عشان اللغة بتاعته قوية. طبعا أنا عشان إنسان متفزلك فرحت بدأت بالكتاب اللي هو إيه، نصح الناس ما تبدأش بيه. فأنا في جزء معين هو بيتكلم فيه إن المصطلح جميل جدا، قالك ان انت لما بتحتك بالناس بتصاب بحاجه اسمها عدوى نفسيه خارجيه. يعني هو طبيب تمام، متخرج من كليه الطب، بلس ان هو متخرج من كليه، درس في كليه آه، كلية دار علوم. فهو حرفيا اللغة بتاعته قوية جدا، في نفس الوقت ان هو طبيب، فتلاقي المصطلحات اللي هو بيتكلم بيها مصطلحات مختلطة ما بين دراسته بالطب وما بين دراسته باللغة العربية. فهو يعني المصطلح قوي جدا، وهو مصطلح العدوى النفسية الخارجية. انت بتتعدي من الناس اللي حواليك. بصراحة هو منشن حاجة قوية جدا اثبتت في العلم الحديث. انا حابب اقرا حاجه زي كده دايركت من الكتاب. انا الفيديو ممكن يطول، بس انا زي ما قلت الفيديو لو قصير ممكن يجيب مشاهدات عاليه. I am not interested at all for the views. مش مهتم على الاطلاق ان الفيديو يجيب مشاهدات، على قد ما انا متعود يعني انا عايز اتكلم مع الناس حرفيا كاني بكلم حد صاحبي. فانا لما هروح اكلم حد صاحبي مش هروح اقول له كلمتين واقف، اكيد هتكلم معاه بطريقه يعني هتكلم على طبيعتي. فانا في الفيديو ده حرفيا انا بتكلم على طبيعتي، مش عايز انمق الكلام، مش عايز ارتب الكلام، مش عايز اعمل سكريبت، لان انا لما بروح اتكلم مع صاحبي مش بعمل سكريبت عشان اتكلم معاه. وده اللي انا بعمله دلوقتي حرفيا. مش هنزل فيديو مكتوب له سكريبت، مش هنزل فيديو متمنتج. فانا عايز اقرا الجزء ده دايركتي من الكتاب بدكتور للدكتور عماد. فهو بيتكلم في حاجه معينه. العلماء يعني اكتشفوها حديثا، حاجه اسمها العصيبات المرئويه، اللي هي يعني العصبات او اللي موجوده في الدماغ، اللي هي الشبكه العصبيه. فهو كان بيتكلم في حاجه معينه، بيقول ليه بيوصفها. يعني هي شبكه من الخلايا العصبيه لها خاصه انها تنشط، ويمكن ادراك نشاطها الكهربي والكيميائي في حاله مشاهده شخص اخر يقوم بفعل معين تماما كنشاطها، فيما لو كان الشخص نفسه هو من يقوم بهذا الفعل، وكأنها تحاقيه، أو كأنها لا تفرق بين قيامي بالفعل، بين قيامي أنا بالفعل وبين قيام شخص آخر بهذا الفعل. هو عايز يقول إيه هنا؟ هو عايز يقول إن أنت بتتأثر يعني داخليا بالفعل اللي الشخص التاني بيعمله بنسبة 100%، وأنت مش دريان. طبعا يعني هم العلماء قدروا يشوفوا حاجة زي كده ملموسة. يعني احنا بنتأثر بالناس، حسينا ان احنا بنتأثر بيهم بعواطفنا، لكن لا، هو قال لك ان انت بتتأثر حرفيا عضويا، اللي هو الخلايا بتاعت جسمك اوريدي بتتأثر بحاجة زي كده. برضو اتكلم في نقطة معينة، ان في تجربة اتعملت على تأثير الكتابة على المرضى العضويين. فعملوا تجربة خلوا المرضى يعني عشان يعرفوا تأثير الكتابة على الشخص، فعملوا تجربة خلوا الناس تبدأ تكتب كل يوم يوميات، وكل حد يكتب في اليومية بتاعته حاجات إيجابية عنه. فلقوا إن المجموعة اللي بدأت تكتب حاجات إيجابية تأثر المرض العضوي إيجابيا بطريقة ملحوظة. أنت متخيل إن أنت عشان بدأت تكتب كل يوم عن نفسك بطريقة إيجابية، بدأ
ان انت يحصل لك تغيير في المرض العضوي بتاعك. يعني انا اتذكر حاجه احمد ابن اختي قالها لي، هو اكبر مني بالمناسبه بسنتين. انا لو هو شاف الفيديو ياكد لي حاجه زي كده، يا صح ولا غلط، هو عشان هو قال لي الحاجه دي من فتره. قال ان العلماء قدروا ان هم يشوفوا الالكترون، فبداوا ان هم يقولوا كلام سلبي ويبداوا ينظروا للالكترون، فلقوه بيتحرك بطريقه معينه. ولما بدأوا إن هم يقولوا كلام سلبي، يعني كلام إيجابي بدأ يتحرك بطريقة معينة، وكلام سلبي بدأ إن هو يتحرك بطريقة مختلفة. أنا مش فاكر هو الكلام ده بالظبط اللي هو قاله لي بصراحة. فيعني لو هو شاف الفيديو ممكن يأكد لي. فقال لك إن إحنا رؤيتنا للأشياء بتؤثر في الواقع. يعني أنت لو ده بيحصل، فتخيل ان انت الكلام السلبي بيأثر في الخلايا بتاعت جسمك، وبالتالي بيأثر فيك عضويا. يعني انت ممكن اصلا بطريقة التفكير الإيجابية تبدأ ان انت تحول الحاجة، الامراض العضوية الملموسة، انك تشفى منها. مجرد كلمات انت مثلا ايجابية بتسمعها، او كلمات انت بتقولها لنفسك. يعني اكشلي مفيش حاجة تانية عايز امنشنها. فاينلي، يعني في النهاية، كل سنة وانتم طيبين. يعني أعاد المولى عز وجل هذه الأيام علينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. وأسأل المولى عز وجل أن يبلغنا آم، عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. مع السلامة.